نام بدري. لا استنى يا لوشا، انت كده مش هتنام بدري، كده هتنام خالص. استنى يا لوشا. ده مخلف من بنتها، تزوجت منه عرفي. الرياكشن بتاع الشيخ اللي هو ايه ده؟ اعوذ بالله، ده بيحصل معانا هنا في كوكب الارض عادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم فيديو جديد من فيديوهات احمد عالمي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وقمر وعسل. طمني عليك في الكومنتات تحت، يعني انزل اعمل كومنت، ويا ريت لو مش مشترك تشترك يعني عشان نكبر بقى، نبقى نص مليون. يعني تخيل نبقى نص مليون، يا لهوي، ونبقى مليون، يلا و10 مليون. بص خلينا في نص مليون دلوقتي، يعني وصلنا نص مليون يا معلم. ماشي يلا وصلنا. تمام يا معلم، اشتركت، سيب لك الانستجرام تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. يا ريت تعمل لنا فولو عشان يعني لو في اي فيديوهات عايزينها تاني وفي تحديات جايه فهنعملها على الانستجرام يعني. يلا تعالى بس اعمل فولو كده ونبدا الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده يا جماعه، اخيرا رجعت السلسله بتاعت الميمز تاني والضحك والفرفشه دي والتحديات. يعني بقالنا كام شهر، بقالنا قد ايه ما عملناش؟ 4 شهور باين او 5 شهور يعني. ادينا رجعنا الحمد لله وهنكمل فيها باذن الله. يعني انا بقى الناس بتبعت لي على الانستا ايه فيديوهات وتعمل ميمز، فقلت لهم ابعتوا له فيديوهات مضحكه. فهنشوف الفيديوهات اللي انتوا بعتوها دلوقتي. يا ريت اللي عنده فيديوهات يبعتها لنا على انستجرام او يمنشن لنا على تيك توك. يلا بينا نبدا الفيديو. ازاي انا اتعلمت انجلش؟ طبعا انا اتعلمت انجلش مع نفسي. انا ما كنتش في انترناشونال سكولز ولا اخدت كورسز ولا عملت اي حاجه في حياتي غير اني كنت قاعده في اوضتي وبذاكر مع نفسي بس. اول حاجه انا كنت عايشه في السعوديه وكنت بدرس مدرسه اسمها مدرسه العقيق انترناشونال سكول. ما هي انترناشونال بتعلمك اكيد انجليزي يعني. انت قلتي كنتش في مدارس انترناشونال وبقيتي في انتوا يا جدعان هو ده يعني. ده فيديو ميمز المفروض يعني نضحك، مش رياكت يعني. ما تجنناش يا بنتي. اللي بعده اللي فات حاجه واللي جاي حاجه. انت بعد ما لقيتها بتنزل ستوريز حزينه ومسحت كل صورها مع اصحابها. طريق ملك السعاده، صعبة الاداء بكل الشكا، اخي وادي اجمد بزياده. مش معنى اني تبعد لا ده انا غايب بمزاجي. طب اركنوا ده انا جيت اقعدوا في البيت، انا راجعه لكم تاني. ايوه انا عارف الشعور ده، اللي هو يلا جهز نفسك انا عندي طلعه كده اخش بقى ايه. انت فاهم. اللي بعده بقالك اسبوع بتمشي بمطوه. حصل. الناس الطبيعيه بتنام عشان تصحى فايقه للامتحان او بتسهر تذاكر. انا الساعه 2 بالليل ليله الامتحان. احلى لوشة. بتمشي بمطوه علشان خاطر انا بطلع في الفيديوهات برفع مطاوي. مش هطلع تاني بمطوه في الفيديوهات. يبقى انت لو شلت مطوه تاني هفرمك. انت حدفت امك بالمخده عشان خاطر قالت لك ما تنزلش تحلق الحلاقه بتاعت لوشة. الفكره ان انا كنت بسهر فعلا ليله الامتحان، بس كنت بقعد اقلب في الفيس مش في التيك توك. بجيب فيديوهات اللي هي الغريبه دي، اللي هم بتوع اليابانيين اللي بيصطادوا سمك بالمنتوس بيلاقي حاجات غريبه. رحت انت حادفها بالمخده ونزلت حلقت من وراها. لا، امك قالت لك ما تحلقهاش يبقى ما تحلقهاش. هتفهم معايا؟ بكلمك بطريقتك اهو عشان دي التالتة. الام لا. بص يا معلم، هو الفيديو ترو كل حاجه بس انا ما ضحكتش. فيا ريت اللي بعت فيديوهات يبعتها مضحكه يا جماعه، عشان انا بفكر قدامي نعمل تحدي ضحك بقى وكده فاهم، ونوزع فلوس وعلى حوارات كده زي الناس اللي بيعملوا فاهم. اللي احنا بنحاول بقى فاهم، عشان احنا ما بنعملش تحديات ضحك خالص. فيعني انا مالي بقى. بص اول بتفرج على لوشة بقعد اعمل حاجات غريبه بايدي. يلا اخلص. ام مريم القليوبيه، اهلا وسهلا يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام كبرت. اتفضلي. اعمل ايه اللي هي المفروض جدة اولادي وهي تزوجت من جوز بنتها؟ حماتها اتجوزت جوز بنتها. واحده اتجوزت جوز بنتها ازاي يعني؟ ستوب. ايه في ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ جوز بنتها ده مخلف من بنتها، تزوجت منه عرفي. الرياكشن بتاع الشيخ اللي هو ايه ده؟ اعوذ بالله، ده بيحصل معانا هنا في كوكب الارض عادي. 16 سنه وبعد كده لا استني بس لا واحده عشان بس يدخل دماغي. الرياكشن بتاع الراجل ايه ده؟ يا ديني انتوا بتعملوا ايه؟ لا واحده عشان تدخل دماغي، لان انا مش عارف. لا حضرتك لا، بس واحدة بالراحه علينا الله كلنا. يخليك. لا ده كلنا حضرتك. واحده الله يبارك فيك. ثانيه واحده. اتجوزت جوز بنتها. دي كانت على ذمه جد اولادي. طلقها، وبعد ما طلقها تزوجت من جوز بنتها رسمي معاها ابن. يا جدعان الموضوع ده حقيقي بجد يعني. في حد ممكن يخش في مداخله يقول الكلام ده؟ يعني الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده بيحصل في الواقع اصلا؟ من حمايه، انا حمايه ما كانش معترف بيه، اضطرت ان هي تكتبه باسم الراجل ده
سكتته هو ابن بنتها. المجتمع ده وعايشين عادي، عيله عادي، وبنتها بتروح وتيجي عندها عادي، الدنيا تمام. هو ايه ده بجد؟ يعني انتوا عايزين تاخدوا راي الشيخ في حاجه زي كده؟ انا هشوف راي الشيخ بجد ايه. استنوا. اصبح ان بنتها الصغيره عملت نفس الموضوع، كانت متزوجه وجوزها اتحبس، بقت على علاقه بواحد تاني وخلفت ولد. لا اله الا الله. زوجها لا ستوب، ايه العيله دي؟ ايه القرف يعني؟ مين اتجوز مين ومين؟ دلوقتي انتوا كلكم اتجوزتوا بعض كعيله، يعني مين بقى مين؟ ومين الاب ومين الاخ؟ والعيال دول ولاد مين في الاخر؟ يعني انتوا فين بقى؟ يعني ده ايه ده؟ طلع من السجن ورجعت لزوجها ورمت التاني وخلاص على كده والعلاقه انتهت. مولانا والله المفروض انا اتصدمت، المفروض ما كملش. مش لوحدك والله يا مولانا. انا ايه ده بقى؟ ده ايه اللي بيحصل ده يعني؟ انا كملوا. انا لا يعني انا اتصدمت اقسم بالله. كله حرام في حرام، في زنا، في انا مش عارف ايه البيت ده المفروض كلهم يقعدوا في بيت واحد كده وتنزل صعقه من السما تولع فيهم. انتوا ايه يا جدعان؟ والله العظيم انا اظن يعلم الله سبحانه وتعالى ان الحاجات دي ما تلاقيها في الحيوانات. الفتح الاسلامي على مصر من جديد. والله يا جدعان بجد الناس هنا عايزه اعاده تاهيل. يعني اللي انا سمعته ده انا عمري ما شفته او سمعته في حياتي، يعني ما فيش كده بجد. صاحب الشركه طلبني عنده في البيت واكيد هيرقيني النهارده. ايه ده؟ ستوب. انتوا باعتين لي منيره يا جدعان؟ انتوا اتجننتوا؟ ده راجل بيعمل محتوى هادف يا جدعان. مش انتوا اللي قلتوا كده في الكومنتات وقعدتوا تتخانقوا معايا وما عملت اي رياكت؟ فيا ريت بقى ما حدش يبعت لي فيديوهات، بس انتوا اللي باعتين، فانا هستغل الفرصه واتفرج على الفيديو، ماليش دعوه. يا فندم انا قدام بيت حضرتك، قدام المرسيدس بسم الله ما شاء الله عليها، يعني تعالى لي في الجنينه. يعني مش فاهم ايه ده، بس يعني انتوا اللي باعتينه، فيعني ماليش دعوه. اللي متضايق ان انا عملت رياكت على منيري او اتفرجت على فيديو حتى انتوا اللي باعتينه، ماليش دعوه، انتوا اللي باعتين. In order to take the stone, you must lose that which you love. البونبونايه بقى. ايه ده؟ ستوب، استنى بس. ده المفروض سانوس صح؟ انت مزعله ماما ليه؟ ايه ده؟ ايوه هو المفروض سانوس يا جدعان. تصدق والله لاقي على لوشا، يعني فاهم؟ متخيل ان لوشا يعمل كده، فاهم؟ يبوظ يعني. كمل. ينفع ما تناميش بدري عشان بتتخانقي معاها وتزعقي لها؟ عشان خاطري هننام بدري. لا استنى يا لوشا، انت كده مش هتنام بدري، كده هتنام خالص. استنى يا لوشا. البونبونايه بقى. هننام بدري. استنى والله جامده يا جدعان. واللي عامل اللي هي الحته بتاعت المونتاج اللي هننام بدري دي روعه والله. عاش. ستوب. ايه ده؟ تحدي الضحك. ايه اللي جاب عبد الله التركي يعني ايه علاقتهم يا ايه ده؟ عمري ما هحب غيرك، عمري ما هحب غيرك. عبد الله التركي مات في اللايف ازاي يعني؟ ما لسه منزل فيديو امبارح انا شايفه. هو ايه ده؟ معلش يا فنان والله الرياكشن بتاع وشك ده انا ما بدوش وانا قاعد على الكبانيه اللي هو مش كده. ايه ده؟ مش رياكشن حد زعلان ده او حاجه. انا اسف على اللي بقوله ده، بس لا ستوب كده. كفايه فيديوهات يا جدعان خلاص. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. كان نفسي يبقى الفيديو اطول من كده والله، بس يعني فاهم؟ ابعتوا فيديوهات بقى كده لما نعوز ميمز. تعالى يا اسطى على الانستا، تعالى على الانستا ونتفاهم انا وانت بس. يعني يا رب الفيديو يعجبكم، بس اعمل لايك. يعني اعمل لايك عشان يعني انا اللايك ده بيشجعني يا سيدي. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي، يعني عرفني ان انت وصلت لحد هنا وصلي على النبي كده ويا رب اشوفك كده حاجه قمر يا اسطى. يلا السلام عليكم.